جوزك جاي من السفر فانت لسه متعرفيش ازاي تقابليه او ازاي تستقبليه وتعملي ايه. تعالي اقولك تعملي ايه لو جوزك جاي من السفر وبقاله كتير ما جاش، فخلاص هو قرب يجي. تعالي اقولك تعملي ايه وتخليه كل مره يستنى الاجازه بتاعته علشان يجي ويشوفك يعني يكون عايز ينزل الاجازه يشوفك كده عامله ايه ولا ايه الجديد اللي انت عاملاه. بصوا يا جماعه، الراجل بيبقى مسافر وانت بتبقي قاعده في البيت او بتبقي عند مامتك او عند حماتك، فلازم تلاقي كده كل حاجه تكون مظبوطه، لازم كل حاجه في البيت تكون نظيفه وتكون حلوه. تعالي اقولك على شويه حاجات لو ركزتي فيهم صدقيني جوزك هيحبك جدا جدا جدا، وعمره ما يخونك وهو مسافر. وصدقيني ان هو كل مره هيستنى الاجازه علشان يجي فيها ويقعد معاكي. اول حاجه عايزين نتكلم عنها وهو البيت بتاعك. هو بقاله كتير قوي ما جاش البيت، فما ينفعش ان هو يجي البيت ويلاقي البيت مش نظيف او البيت مكركب او البيت فيه حاجه مثلا مش حلوه او البيت ريحته مش احسن حاجه. فلازم نعمل ايه؟ يا اما